يفضل مشد وزول من كل الوجود. ارحل وهاجر من ديار المسلمين، يفضل مشد وزول من كل الوجود. ارحل وهاجر من ديار المسلمين. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا عبد المالك سينيقري 23 سنة في عمري. الحاجة اللي خلتني ندير هذا الفيديو اليوم هو الظلم والحقرة اللي راه مسلط على الناس، واللي عايناه منذ 3 أيام لما تم اعتقالنا أنا و4 من الزملاء في حي رويسو بلدية محمد بالوزداد. كنا واقفين فوق الطرطوار مع واحد الجار نضحكوا نقصروا بنت صغيرة، حتى يجاوز دمو لابوليس كدا. انا قلت يا حي دمو على كاش كروسيس ولا شافوا شاكب خليل هارب منا ولا الخليفه ولا، حتى جاو لينا عطونا كواطكم وتبعونا. كي قلنا لهم علاش، بدا الضرب والشد حتى سب الرب ولاو يسبوه. قلت لواحد فيهم اضرب دير واش حبيت، ما تسبش باك الله عز وجل. خداتو العزه بالاثم، بدا يضربني بالكروس تاع السلاح تاعو. قال له رانا في التسعينات راني ندير لك وندير لك وندير لك. المهم لحقنا الكوميساريات، دانا الكوميساريات تاع الويسو والدوزيام. كي لحقنا لتما قلنا لهم مش كاين وبداو منا. قال لك داير الصحابه. حنا كان معنا بالمناسبه اخ ايبك اللي اختو توفات وجا للجزائر العاصمه باش يدير اجراءات النقل تاعها لورقله. كي قلنا لهم راكو عطلتوه على الجنازه تاع اختو، وحنا نهار اللي كانوا يعتقلونا قلنا لهم خلوه يروح، هذا يعني راه الخروبه باش يركب، خلوه يروح وحنا نتحملوا المسؤوليه تاعو. قال لك لا جابوه معنا. وكي لحقنا الكوميساريات درنا له الاحتجاج تاعنا داخل المقر. قال لك خلاص ما كاين والو، دير الصحه برك. واش من ديال راس الحاله، واش من ديال راس الحاله، راح ديرها بوتفليقه. شوفوا لا رايحه ولا ميت. خينا في 2013 ولا تعرفوا غير تغدوا يخرج سلال الرئيس بخير، يخرج عمر غول الرئيس بخير. يوروه لنا ماناش في 45، وروه لنا هذا الرئيس يا رب. حنا كاين نسقسوا هكذا ما على بالناش بيك، خطر بيك ولا بلا بيك ما راناش عايشين، بيك ولا بلا بيك ما راناش في الخير. 14 سنه ما شفنا منك والو، سبيطار باش داوي فيها روحك ما كاش. 14 سنه وانت تقول لنا الجزائر العزه والكرامه، وين راهي العزه؟ ولكن نخرجوا على برا نحشموا نقولوا احنا جزائريين، تقولوا لنا الجزائر مكتسبه، وراهي الكرامه. ولينا نقولوا خدمونا كما كنتوا تخدموا نساء، ولينا نقولوا كلمه حق لا اله الا الله، ندخلوا للحبس وتحوزونا من ديورنا. واللي يسب الاسلام يولي وزير. والراهي يا بوتفليقه نقول لك حاجه، اللي ما على بالوش بحالتنا الاجتماعيه والله ما على بالنا بحالته الصحيه. راك حي ولا ميت والله ما على بالنا به، خاطر انت الشعب هذا هنتو 51 سنه وهذا النظام ديكتاتوري، قتلتو سرقتو نهبتو خليتو الشعب هذا كامل اللي يعاني وناكو رايحين به. داير الحاله راح داير باب النزار اللي كان حركي وهو كان جندي في الجيش الفرنسي، من بعد ولا قائد الاركان. وانتم يا شرطه الهامل اللي تمشوا غير بالتعليمات وبالتليفونات، قالوا روح منا، وليتوا كيكلا. ولوا رجال انتفضوا، ديروا سنديكا على روحكم، احترموا الزيلك ولابسين، راكو رجال شرطه ماشي رجال اوامر، مشيكم غير بالتعليمات. كي داونا الكوميساري اقسم بالله سقسيناهم علاش جبتونا ما على بالهمش. كي شافونا درنا الاحتجاج ولا قال لك باك داير الصحاله، والله ما على بالهم. وشنو ديهم تليفون، رفدوا الجماعه الفلانيه ادوهم، علاش ما على بالهمش؟ يمشوا بالتعليمات. دير، ما دير، انتفضوا، كونوا رجال واحترموا الزيلك ولابسين. ماكش قادر نحي الزيادات وروح خدم حوات وما تخدمش راجل تمشي بالتعليمات. وفي الختام نشكر اهل سكان رويسو بلدية محمد بالوزداد اللي وقفوا معنا ونتحيهم، والله يحفظكم وبارك الله فيكم كي جيتوا وقفتوا معنا ونصرتونا. خيركم ما ننساوهش، والله يحفظكم. وهذه معروفه على سكان بالوزداد وناس رويسو باللي ناس رجال ويوقفوا مع المظلومين. نحييكم وبارك الله فيكم، السلام عليكم.